مرة واحد صاحبي قال لي: أنا مش عارف مالي، بحبها بس لسه مش حاسس بنفس المشاعر بتاعت زمان. قلت له: هو أنت كنت متوقع تفضل تحس بنفس المشاعر دي بعد السنين دي كلها؟ أحيانا إحنا بنقع في غلطة خطيرة، بنفتكر إن قوة الحب لازم تتقاس بقوة الإحساس. البدايات فيها حاجة مختلفة، كل حاجة في الأول جديدة. أول مسج بتفرحك، مكالمة كنت بتستناها، أول خروجة، أول قعدة، أول مرة تسمع فيها كلمة أنا بحبك. المخ بيحب الحاجات الجديدة، ومع الوقت الحاجة اللي كانت بتعمل لك لهفة بتبقى مألوفة والمخ بيتعود عليها. مش بالضرورة لأن الحب قل، لكن لأن الإحساس بقى مألوف والمخ اتعود عليه. وعشان كده في ناس كتير لما تحس إن العلاقة بقت هادية تفتكر إن خلاص الحب ما بقاش موجود، وتبدأ تحاول ترجع الإحساس ده تاني، لدرجة إن في ناس ممكن تدور على أشخاص جديدة، فتلاقي اللهفة رجعت فتقول أهو أنا كنت محتاج الحب ده. لكن أحيانا أنت ما كنتش محتاج الحب ده، أنت كنت محتاج تحس الإحساس اللي كنت بتحسه في البداية، ومع الوقت الشخص الجديد ده هيبقى مألوف زي الشخص اللي كان معاك بالظبط. والفرق هنا كبير، لأن العلاقة الناضجة مش إن أنت تفضل طول عمرك في علاقة أول شهر أو أول أسبوع، لكن إنك تتعلم تحب الشخص اللي معاك حتى بعد ما يكونش فيه جديد، وبعد ما مخك يتعود على العلاقة دي. السؤال هنا اللي أنت تسأله لنفسك: هل بعد ما عرفت الشخص ده على حقيقته، هل أنا لسه بختاره ولا لأ؟ هو ده اللي بيفرق، وهو ده اللي بيحدد العلاقة الناضجة، إنك تفضل تختار الشخص اللي معاك حتى أما بعد مشاعر البدايات ولهفة البدايات دي تروح وبقت تعرف الشخص ده على حقيقته.